الأول كده يا كابتن عايزينك تطمن كده لجمهورك. يعني بعد الإصابة اللي احنا شفناها على التلفزيون كانت إصابة جامدة كده شوية على الشاشات، تحب تقول إيه يعني إصابتك إيه أخبارها وكده؟ والله الحمد لله. الإصابة طبعا كانت في ماتش طنطا. عملت الإشاعات وكان في زي كسر كده في عظمة الشظية، فالحمد لله عملت العملية مع خبير أجنبي، وكان في الدكتور أوفل عباسي موجود معايا برضه في العملية. فالحمد لله عملت العملية، وكان في فترة 6 أسابيع كده بعد العملية، وبعد كده هبدأ التأهيل. فالحمد لله كده باقيلي أسبوع إن شاء الله من ال6 أسابيع اللي هي المرحلة الأولى، وبعد كده إن شاء الله هبدأ التأهيل بعد أسبوع إن شاء الله هبدأ بإذن الله. فالحمد لله على كل حال، طبعا ده قدر من ربنا، والحمد لله الواحد راضي بقدر ربنا الحمد لله، وبإذن الله فترة التأهيل تنتهي على خير برضه، وأرجع إن شاء الله بإذن الله على خير إن شاء الله. ماشي. طب معلش بقى نخرج كده بقى ونتكلم في منتخبنا. ماشي. طبعا انت شفت امبارح ماتش مصر وتونس اللي فزنا فيه في السنه الاخيره وكنا مروان محسن. شايف ان شاء الله فرصتنا قد ايه ان احنا ممكن نفوز بكاس الامم الافريقيه؟ شوف المنتخب انا شايف ان المنتخب كويس جدا. معانا مدرب يمكن انا يبقى رايي عكس الناس شويه. معانا مدرب انا شايف انه مدرب ما شاء الله جامد جدا. هو صحيح ممكن يكون بيلعب باستراتيجيه بتخنق الناس شويه والناس ما بتتمتعش بلعبه، لكن هو راجل بيلعب على المكسب، مفيش اداء بيلعب. انا بقول لك هو ممكن استراتيجيته كده ان هو يعني تحس ان انت مش متمتع بلعبه، لكن هو راجل عارف هو عايز ايه. نتائجه لحد دلوقتي بتقول كده. بيدخل الماتشات عارف هو يمكن رتم لعبه ما خلاص اتحفظ من الناس كلها، اللي هو بيلعب زون وبيرجع ال10 لعيبه تحت الكوره وبيعتمد على حاجات معينه. الراجل بيكسب ما تقدرش تتكلم عليه، لكن انا شايف ان هو راجل ناجح، والبطوله ان شاء الله برضه هتثبت ان هو مدرب كويس ومدرب ناجح مع لعيبه كويسه. وانا شايف ان الجيل بتاع المنتخب اللي احنا موجودين فيه دلوقتي جيل كويس قوي، الاعمار كلها صغيره، وده هيساعد الراجل على شغله لان هو عايز ناس تبقى فيتنس كويس وناس بتجري كتير. فانا شايف ان المجموعه اللي معاه هتحقق له ده، وان شاء الله باذن الله يرجعوا بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تمام. حضرتك ده كان شرقاوي كده ولعبت في نادي الشرقيه. حضرتك شايف الشرقيه واوضاعها ايه في الدوري ولعبها وطريقته والكلام ده كله، شايف ان في امل ان هي تفضل في الدوري الممتاز ولا صعب ولا ايه؟ النادي الشرقيه من ناحيه الامل هو الامل موجود، لان انت بتتكلم على 3 فرق هيهبطوا، هم 8 بونت. الفرقتين اللي فيهم 15 بونت، فالفرق 7 بونت وعندك دور كامل فيه 17 مباراه. فالامل موجود، طبعا الامل موجود وكبير جدا، بس المهم مين اللي يعمل الامل؟ اللعيبه. انا شايف ان برضه النادي يعني نادي ناديه، وانا لعبت في النادي 9 سنين وخير النادي عليا في كل حاجه طبعا، وطبعا حزين جدا اللي بيحصل لهم، لكن انا شايف ان في مجموعه لعيبه موجودين في النادي كويسين، مش وحشين خالص. يعني مجموعه في النادي كمان حوالي 6 7 لعيبه اصحابي ولعبوا معايا، الناس كلها لعيبه كويسه جدا وعندها خبرات وقادرين ان هم يحققوا المطلوب للجماهير الشرقيه. بس هي الفكره ان النادي يعني مع احترامي للناس اللي موجود هو عايز مدرب كويس، يعني اللعيبه دي عايزه مدرب كويس يعرف. يعني لو كانوا سابوا كابتن طارق كان الكابتن طارق دلوقتي ما قعد الفرقه مرتاح. انا متوقع مليون في المية كابتن طارق لو كان كمل كانت الفرقه دلوقتي في وضع غير خالص، لكن هم استعجلوا جدا. انت ما فيش حد بيمشي، مفيش فرقه صاعده بتمشي المدرب بتاعها بعد 5 6 ماتشات، وليكم مثال في فرقه طنطا نتائج وحشه جدا ومع ذلك المدرب موجود، فابتدى يحقق اللي الناس عايزاه اللي هو موجود في مركز كويس. وفرقه طنطا مش هتهبط، فرقه كويسه وبتلعب كوره كويسه عشان عندهم استقرار في كل حاجه. النادي لو كان فيه استقرار في كل حاجه وسابوا الكابتن طارق يشتغل كان النادي هيفضل بشكل كويس جدا ان شاء الله. يعني الكابتن علاء كانت علاء مسك فتره برضه نفس الموضوع، بس انا سمعت ان الكابتن علاء هو اللي مشي مش النادي اللي مشاه، لان هو قدم استقالته على الهوا في مؤتمر هو اللي مشي مش النادي. فدي طبعا النادي مالوش فيها. كابتن منير موجود دلوقتي ومعاه طبعا كابتن حليم، واحد من كباتني ولعب معايا 4 سنين، شخصيه انا متاكد مليون في المية انها هتضيف للنادي، لان هو حليم بطبعه عنده غيره على كل حاجه بيشتغل فيها، فحليم هيضيف. لكن انا شايف ان هم محتاجين مدير فني، محتاجين مدير فني كويس يقدر يوظف اللعيبه. وفكره ان هم يقعدوا في الدوري سهله جدا، بس هم يشتغلوا على ده ويستمروا ان هم يقعدوا في الدوري. وفكره ان هم يقعدوا انا بقول لك سهله قوي وبحاجات بسيطه تتحقق يعني.
ولا يمكن عشان قرار مثلا الاستغناء عن كابتن ايمن المزين اللي صعدهم للدوري الممتاز كان خاطئ، خصوصا ان هو ماشي دلوقتي مع النادي الاسيوطي ممتاز. لا الاول دلوقتي على مجموعه 34 نقطه، المركز الثاني عنده 24. انا كابتن ايمن يعني كابتن ايمن من الناس اللي انا بحبها قوي وعزيز عليا جدا وصديق شخصي ليا، ويمكن انا اللي كنت مرشحه النادي الشرقيه كمان. كان العميد هشام كلمني والدكتور حمدي كلموني على الكابتن ايمن، قلت لهم راجل في الدرجه دي هيعمل لكم اللي انتوا عايزينه في الممتاز ورشحته ليهم، وكان موجود وعلى قد الثقه للناس اللي ادوها له وصعد بالفرقه. لكن انا شايف قرار الاقاله او ان الكابتن ايمن مشي مش هو اللي السبب في النادي الشرقيه فيه خالص. الكابتن ايمن مدرب كويس وكل حاجه، لكن هو يعني ممكن تقول ان هو في الدرجه دي كويس، والدليل على كده ان هو كل الانديه اللي مسكها في الدرجه دي صعد الرجاء، صعد الشرقيه، دلوقتي بشبه مثلا 90% صعد الاسيوطي ماشي ممتاز. انا شايفه مدرب كويس في الدرجه دي. الله اعلم هو كان موجود في الدوري الممتاز هيبقى كويس ولا لا، لان هو ما اشتغلش غير فتره في الرجاء على الاقل مجهوده الكبير في الدرجه الثانيه الاهله انه على الاقل يدرب في الممتاز. ما عنديش مشكله في كده. حتى انت ممكن تقول برضو ان الانديه اللي بتصعد من الدرجه الثانيه ليه بتمشي لعيبتها وبتجيب لعيبه من الدوري الممتاز، لان ده الطبيعي. لا دي عمره ده مساك كان على الاقل يعني نسبه بيسيب اللعيبه اللي هتحقق له او اللي هو شايف انها تلعب في الدوري زي فاروق كابتن سمير فوزي بالظبط، زي نادي الشرقيه ما عمل يعني وغيره كل الانديه بتعمل كده. انت لو عندك مش انت لو عندك مثلا 18 لعيبه او 20 لعيب يلعبوا دوري ممتاز، ما سيبهم. ايه المشكله ان انا اسيبهم هيلعبوا؟ بس فكره ان هو يمشي دي موجوده في كل الانديه وعمرها ما كانت سبب ان فرقه تهبط. لا هو مشى فعلا وجاب لعيبه، بس اللعيبه اللي جابها اعمار السنيه بتاعتها يمكن كبيره شويه. يعني الكابتن ايمن سعيد حوالي 37 سنه. انت لو عديت اللعيبه اللي انت بتقول عليها سنها كبير، مين اللي كبير؟ كابتن احمد عادل، ايمن، معتصم سالم، ماشي، احمد عادل، مين تاني؟ ما اعتقدش ان هم لو عديتهم 4-5 لعيبه وده مطلوب. يعني ده مطلوب في الفرق. كان في الاول كابتن ايمن عبد العزيز، بس كابتن ايمن ما بداش اعتزل هو في الناس. انا برضو ده مش سبب خالص. انت لما يكون عندك 5-6 لعيبه، لو 7-8 لعيبه 9 لعيبه كبار، ما عنديش مشكله، لان انا مش هحطهم كلهم في الملعب. انا بحط 2 أو 3 في وسط الناس عشان يشيلوا الناس. ما احنا عندنا في النادي يعني احنا ماشيين كويس. عندنا كابتن عيد وعماد ورشاد فاروق وعاصم، ناس سنها كبير لكن محطوطه في وسط ناس صغيره، فبتحقق اللي انت عايزه. ده غير طبعا سوء الحظ والتوفيق في الاصابات خط الدفاع. الكابتن سامح شوشه وتوقف بعدها على طول المعتصم مره، واحمد صالح خد طرد قبل كده وتوقف، برضه مش ماشيه برضه بالظبط. بس هم ان شاء الله باذن الله يحققوا المطلوب واللي الجماهير عايزاه ان شاء الله. بتمنى لهم طبعا كل توفيق، ناديه طبعا وبيتي، بتمنى لهم ان شاء الله ان هم يقعدوا في الدوري ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طب نرجع تاني للمنتخب. شايف استبعاد باسم مرسي من المنتخب في ظلم له ولا جرأة من المدير الفني ولا انت ايه وجهة نظرك؟ خصوصا ان هو يعتبر لعب 3 سنين لعب 3 سنين دلوقتي، او 3 سنين ونص، 3 مواسم ونص، منهم موسمين ونص مع الزمالك وموسم مع الانتاج، مسجل حوالي 60 جول. ما فيش اختلاف، يعني مش عايز اقول ما فيش مقارنه بينه وبين اللي موجود. مفيش مشكله، بس ما فيش اختلاف في الحاجات دي. لو انت بتقول لها ان باسم ما راحش المنتخب فنيا، لكن باسم مش رايح يعني باسم مستبعد من المنتخب سلوكيا مش فنيا. سلوكيا؟ طبعا، ودي حاجه معروفه لكل الناس يعني في الكواليس. الحاجات دي معروف ان باسم يوم ماتش غانا ساب الماتش لما اتغير ما بين الشوطين، لانه ما كانش راضي عن التغيير وساب الماتش وراح على الاوتيل، ما كملش الماتش مع الفرقه. في تصريح للمدير الفني نفى كل الكلام. ما فيش مشكله، مش عايز يعمل مشكله. طب ما هو في موضوع حسام غالي طلع قال ان ما فيش مشكله، وحسام مستبعد فنيا لكن حسام برضه مستبعد سلوكيا. الحاجات دي معروفه، بس هو المدرب ما ينفعش يقول كده، لان في الكوره يقول لك انت اللعيب لو غلط عاقبه ماديا لكن ما تعاقبوش بالاستبعاد. لكن انا متاكد مليون في المية ان باسم مستبعد سلوكيا، ان الموضوع ده حصل فعلا، ومن ناس قريبه وناس موجوده في المنتخب، ان هو باسم لما اتغير في ماتش غانا ما كانش راضي عن التغيير وساب المعسكر ومشي وراح الاوتيل وما كملش الماتش معاهم في الملعب. انا مع راي كوبر ومع قراره باستبعاد، لان هو خلاص عمل سيستم جوه النادي، ومش عايز يبقى هو شخصيته ضعيفه جوه في اللبس، لان هو لما يعمل حاجه زي كده خلاص انا عملت سيستم. مفيش فرق ما بين الاهلي والزمالك، لان هو استبعد حسام غالي قائد المنتخب وكابتن النادي الاهلي،
في نفس الوقت عملها مع واحد من اهم لعيبه في نادي الزمالك باسم مرسي، فخلاص انا عندي كله ثلاثيه، الناحيه السلوكيه رقم واحد، وبعد كده فنيا رقم اثنين، فانا معاه طبعا في الكوره. طب لو حتى هيكسبني البطوله لكن سلوكيا مش كويس انا معاه طالما انا عامل سيستم كده خلاص. ويعني كده يعني حضرتك كده شايف ان مروان محسن وكوكا يقدروا يعوضوا الغياب بتاع باسم مرسي؟ مش يعني غصب عنهم. بطريقه كوبر اللي بيلعب بيها ممكن يلعب باي حد فيرود وهينجح له الطريق، لان هو ما بيعتمدش على الفيرود. هو كوبر كل طريقته على الاثنين الهافات اللي فاتحين، اعتقد يعني بصوره كبيره جدا هيبقى صلاح وتريزيجيه، فهم بيحققوا له المطلوب، عندهم سرعه وعندهم مهاره. ممكن تلاقي كهربا اللي فيرود ما تلاقيش مروان ولا كوكا اصلا، ممكن تلاقي كهربا هو اللي بيلعب، لو كهربا ما لعبش ممكن تلاقي مروان هو اقرب من كوكا. فهو ما بيعتمدش اعتماد كلي على الفيرود، او بمعنى اصح الفيرود عنده في خطته يعني بيستعمله مثلا 50% مش 100%، فاي حد ممكن يؤدي الدور اللي باسم هيعمله. في ماتشك قدام الزمالك، المباراة اللي حضرتك يعني بذلت فيها مجهود ومراوغات وكل حاجة، بس بتيجي عند قدام الجون يعني واللي هو ما بيحصلش توفيق، بيحصل يعني سوء توفيق وكده، ففي ناس يعني بتتهمك انك علشان زملكاوي بتفوت الماتش والكلام ده. تحب تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول لك ان انا اتهمت من المدير الفني بتاعي، بس كان عن طريق الهزار يعني. كابتن بسيوني في مباراة الكاس السنة اللي قبل اللي فاتت اعتقد احنا خسرنا 2-1 او 3 خرجنا من الزمالك، كانت النتيجة 0-0 وفي كورة في الدقيقة 70 جات لي برضه، كنت انا مش عارف كان حازم او عمر اللي بيلعب باك رايت، فالكورة انا وقفت يعني عدت من كانت خبطت في سيرتباك علي جبر او اعتقد او مين خبطت وقفت لي قدام الجون. ايوه فالجنش اللي كان واقف هو الجنش كان في زاوية بعيدة والجنش جاي على الزاوية المفتوحة عشان يعمل عليها تراي، فانا عملت ان انا احطها في الزاويه المفتوحه، حطيتها في اللي هو واقف فيها على اساس ان هو هيجي فهتروح له في الزاويه الثانيه. جنش وقف جنش وقف فلما وقف ما عملش الطريق مسك الكوره. طبعا الماتش خلص، كانت النتيجه لسه 0-0 فالماتش خلص، خسرنا الماتش. فكابتن بسيوني في المحاضره اللي بعد الماتش واحنا في التمرين بيتكلم على الماتش وايجابياته وسلبياته، فقال احنا عملنا ماتش كويس وبتاع، وصبري بقى لو كان جاب لنا الجون في الدقيقه 70 وما فوتش الماتش كنا كسبنا. هو طبعا عن طريق الهزار، بس انا فعلا انا سمعت كلام ان انا بقى ما حدش عمره هيعمل كده. اولا لا اخلاقي ولا تربيتي تسمح لي ان انا اعمل كده خالص. ثانيا انا لو انا مثلا في ان انا عايز اروح نادي الزمالك او نادي الاهلي او مصلحتي انا ان انا اجيب جون، زي فكره الناس اللي بتتكلم تقول الشيخ مضيع ضربه الجزاء قصدها من النادي الاهلي. مين يقول كده؟ هو الشيخ بالنسبه له انجح له ان هو يجيب جون ولا ان هو يضيع جون؟ لا يجيب جون. يجيب جون الناس هتمسك بيا اكتر، والناس هتعرف ان انا بأدي كويس، والناس هتأمني على فرقتها. وبأدائك فعلا انت جالك عرض من الزمالك؟ انا عرض انا جالي من حوالي الموسم اللي فات او اللي قبل. لا انا مضيت في نادي الزمالك 3 مرات. 3 مرات مضيت في نادي الزمالك 2013 و2014 و2015. كل سنه كنت بمضي في نادي الزمالك يعني عشان نادي الحرس، يعني كنت بروح امضي وهم يخلصوا الموضوع مع الحرس، فكان النادي بيطلب فلوس كتير، فالموضوع يعني حاجات كده. وبعد كده كان في مشاكل ما بين رئيس النادي عندنا والمستشار مرتضى، ان هو برضه في 2013 كان جالي انا النادي الاهلي، ورئيس النادي اللي هو عبد الحكيم كان بيحب جدا حسن حمدي وهو كان في الوقت ده رئيس النادي، فقال لي الناس طلبوني، كان الكابتن حسام البدري اللي ماسك، قال لي كابتن حسام طالبك وحسن حمدي كلمني وعايزينك تروح النادي الاهلي. فانا في الوقت ده كان في عرض من النادي الاهلي ونادي الزمالك، فهو قال لي في عرض من هنا ومن هنا، فانا قلت له نادي الزمالك. تمام. قال لي لا هتروح النادي الاهلي. قلت له لا انا عايز اروح نادي الزمالك. قال لي خلاص يبقى ولا هنا ولا هنا. زي ما قلت له كابتن احمد قال لي انت اول سنه ليك معانا وانت خلاص هتكمل معانا. قلت له انا ما عنديش مشكله في حاجه خلاص. يعني اخر حاجه كان في 2015 كان برضه في ماتش نادي الزمالك برضه في دور الثمانيه في الكاس، خسرنا الماتش ده في الدقيقه 85 مثلا او 86. كان مصطفى اللي جاب فينا الجون، هو مصطفى محظوظ علينا عامه يعني. مصطفى اللي جاب فينا الجون. فالماتش ده بقى كان المستشار مرتضى واللاعب عبد الحكيم في المدرجات على اساس ان انا يعني هم مسستمين امورهم ان ده اخر ماتش ليا في الحرس وبعديه همشي اروح نادي الزمالك، والموضوع شبه خلصان وهم في المدرجات بيخلصوا كل حاجه مع بعض. فانا يعني انا حتى كمان قبل الماتش بيومين 3 كنت انا اتكلمت مع الناس في النادي عندنا، قالوا لي خلاص الموضوع خلصان، والمستشار مرتضى اكد لي ان الموضوع خلص واحنا هنخلص النهارده الموضوع في الماتش. فطلعت بعد الماتش سمعت بقى من الاعلام ان هم حصلت مشكله في المدرجات، واللي هو عبد الحكيم اتخانق مع المستشار مرتضى في المدرجات. يعني المستشار مرتضى بيقول له اتفضل الشيك بتاع احمد عشان بعد الماتش احمد معانا واحنا هنعلن عن الصفقه.
طبعا قال له لا انا مش هخلص حاجه، قال له احنا متفقين على كل حاجه، قال له لا احمد مش هيجي نادي الزمالك، احمد انا هوديه الاهلي. حتى المستشار مرتضى طلع بعد الماتش وقال له رئيس النادي بيقول انا هوديه الاهلي والولد عايز يجي عندنا وده اهدار ملعب عام وانا هعمل مشكله لا الكلام فالنصيب طبعا كل حاجه، كل واحد بياخد نصيبه ورزقه. ويمكن انا برضو السنه دي بعد ما خلصت مع الحرس وكنت فري، المستشار مرتضى كلمني وقال لي انت خلصت عقدك يا احمد؟ وقلت له اه خلصت عقدي يا المستشار. قال لي طب تعالى عشان كابتن محمد حلمي عايز يقعد معاك انك تبقى موجود عندنا. قلت له يا فندم انا اتفقت خلاص، ما كنت انا ماضي في سموحه، قلت له انا اتفقت خلاص ومضيت في سموحه. قال لي مالكش دعوه انا هخلص لك كل حاجه. قلت له لا انا استقريت خلاص، والكابتن حلمي يعني الكابتن حلمي يعتبر ابويا في الكوره، فهو اللي كان قال لي تعالى، وكنت مضيت معاه. فقلت له انا خلاص استقريت في النادي وانا عايز ابقى موجود فقال لي لا تعالى، فقلت له لا، فاستأسفت له طبعا. وكان في فرصه ان انا العب في نادي الزمالك السنه دي بس انا ما رضيتش لسبب بسيط جدا، ان انا السنه اللي فاتت كانت بالنسبه لي مع الحرس كانت سنه يعني بعتبرها من السنين اللي مش كويسه بالنسبه لي في الحرس. طبعا الفرقه هبطت وكان في ظروف كتير جدا في النادي، فانا انا شايف ان انا ما كانش ينفع العب في نادي الزمالك وانا بالمستوى ده، فما حبيتش ان انا مثلا ان انا هلعب في نادي الزمالك عشان خاطر المستشار مرتضى بيحبني او عشان خاطر ان انا اروح عشان بحب نادي الزمالك، او انا عايز اروح من نادي الزمالك يبقى انا رايح بتوب فورم ان انا كويس جدا طبعا. فما رضيتش اروح عشان ده السبب، واخترت نادي الجيش. كانوا قالوا فعلا ان الحرس لو هبط انا بقول لك الراجل كل مستني لا الحرس يهبط تنضم للزمالك. والله وسياده المستشار كلمني وقال لي تعالى وكابتن محمد حلمي عايز يقعد معاك يعني والموضوع كان بسيط جدا ان انا اروح واخلص كل حاجه، بس انا اللي رفضت. تمام. يعني طبعا عرفنا من ابن العيله هنا كلها اسماعيلاويه. البيت ابويا وعمي معظم الناس بتشجع النادي الاسماعيلي، دي حاجه، وبيشجعوا الفرقه اللي انا بلعب فيها، دي الحاجه الثانيه طبعا. طبعا اساس. طب لو الزمالك بيلعب الاسماعيلي، لا ده لسه السؤال الثاني اللي هو لو الجيش بيلعب الاسماعيلي. لا بيشجعوا الجيش طبعا. دلوقتي الجيش، كان قبل كده الحرس. دلوقتي الجيش. طبعا بيشجعوا الجيش لو بيلعب اي حد. لو بيلعب اي حد حتى الاسماعيلي. طب لو الزمالك والاسماعيلي اللي بيشجع، هم عندنا مقسومين نصين العيله، يعني الناس بتشجع الاسماعيلي والناس بتشجع الزمالك، فهم خلاص يعني الزمالك بيلعب الاسماعيلي، اللي بيشجع الاسماعيلي بيشجعه واللي بيشجع الزمالك بيشجعه. تمام. طب لو جالك ان شاء الله كده باذن الله عرض من الاهلي وعرض من الزمالك، هختار الزمالك برضه. طبعا. هنفهم من الحوار ده انك انت زملكاوي. مش بشجع الزمالك، انا بحب نادي الزمالك. ما في فرق ما بين انك بتشجع طبعا انا بحب نادي الزمالك، اكيد بشجع النادي اللي انا بلعب له. يعني انا دلوقتي موجود في نادي الجيش، فهو طبعا نادي الجيش هو كل حاجه. اكيد شغلي وطبعا احترام وكل حاجه لكن فكره انا بحب نادي الزمالك جدا طبعا، وعندي يعني معظم الناس صحابي من نادي الزمالك وعلاقتي كويسه جدا بسياده المستشار مرتضى، والناس كلها في نادي الزمالك انا بحبهم جدا. دي حاجه طبعا امنيه من امنيات حياتي ان انا ان شاء الله احققها، ان انا اكون موجود في نادي الزمالك باذن الله. على العموم احنا جينا نطمن عليك وبنطمن جمهورنا وجمهورك، وبنقول لك الف سلامه، وان شاء الله طمنهم كده يعني ان شاء الله امتى بالظبط يعني بعد التاهيل وكله ترجع على رجلك على الملعب نشوفك الملعب امتى كده ان شاء الله. اولا طبعا انا بشكركم على وجودكم وشرفتوني طبعا. ثانيا ان شاء الله انا خلاص المرحله الاولى يعتبر خلصت، باقي اسبوع بس ان شاء الله، وبعد كده هبدا التاهيل. والتاهيل المفروض ان هو لسه ما اخدتش قرار ان كنت هسافر اهل بره ان شاء الله. الناس في النادي عندي يعني يعتبر عاملين لي كل حاجه، والناس هم اللي مخيريني، عايز تسافر تاهل بره ما عندناش مشكله، عايز تاهل هنا اهل هنا. فهو الموضوع كله التوتال كله برضو الدكتور الخبير اللي كان موجود قال لي هو 6 اسابيع بعد العمليه دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه برضو 6 اسابيع التاهيل ان شاء الله. فهي ما بين شهر ونص لشهرين ان شاء الله اكون موجود في الملعب ان شاء الله، وارجع للفرقه باذن الله اذا ما حصلش حاجه، يعني اذا كل حاجه مشيت على حسب اللي احنا مخططين له ان شاء الله. فباذن الله بعد شهرين اقصى حاجه ان شاء الله اكون في الملعب ان شاء الله. فريقك طلع الجيش مقدم لك كل حاجه يعني. الناس يعني مش عايز اقول لك ان الناس طبعا يعني سياده اللواء والعقيد احمد المهدي والامين العام محمد الحجازي رئيس مجلس الاداره، الناس كلها يعني جت لي النادي، والناس واقفين معايا في كل حاجه، والموضوع كله جابوا لي راجل خبير انجليزي عمل العمليه، وكانوا واقفين معايا وودوني في احسن مكان، وخيروني كمان لو عايز تطلع تعمل العمليه بره احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه.
وحتى في موضوع التأهيل هم الناس نفسهم هم اللي كلموني وقالوا لي انت لو عايز تطلع تروح اسباير في قطر تأهل ما عندناش مشكلة، عايز تأهل هنا في مصر عند الدكتور اللي انت عايزه، يعني اللي انت عايزه قول لنا عليه واحنا هنعمله لك ما عندناش اي مشكلة. فطبعا بشكرهم جدا على وقوفهم جنبي، ودي حاجة انا كنت متوقعها لان انا مجرب المؤسسة العسكرية وكنت موجود في نادي الحرس وعارف ان الناس كلها محترمة والناس بتقف جنب اللعيبة بتاعتها بصورة كبيرة جدا. فطبعا بشكرهم وان شاء الله باذن الله الفترة دي تعدي على خير والفترة الثانية تعدي على خير برضه باذن الله واكون موجود مع الفرقة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. على الف سلام عليك يا كابتن، وان شاء الله نشوفك. بشكركم جدا طبعا على وجودكم. النادي اللي تلعب نزورك يعني واحد. تنوروني والله تنوروني طبعا، وانا بشكركم جدا طبعا على وجودكم واتمنى لكم ان شاء الله الفترة الجاية مزيد من التألق ان شاء الله وتبقوا كده حاجة كويسة في المستقبل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. متشكر جدا.